بس حولت الكاميرا. انا كنت قاطعه هقفل النور عشان هروح المطبخ افضي الاغراض لاني نزلت جبت اغراض. اوكي. انا كنت انا نسيت انا كنت عايزه اقول لكم ايه. انا النظام الغذائي بتاعي بقفل الكهرباء. بصوا يا جماعه، الدنيا طبعا ضلمه دلوقتي، هندخل بقى ايه على المطبخ عشان هنشتغل فيه شويه مع بعض ونقعد نحكي ونتكلم. اوكي، نولع الاضاءه. طيب بصوا يا جماعه، النظام بتاعي انا وقفت سكر عشان في كتير جدا بعتولي انت نظامك الغذائي ايه. اه بصوا يا جماعه، انا صاحيه النهارده من الساعه 4، لان انا بنام بدري، بقيت انام بدري جدا. يعني امبارح انا نمت تقريبا الساعه 9. طيب بصوا يا جماعه، آم آم بسم الله الرحمن الرحيم. انا وقفت سكر ابيض نهائي. انا باخد دلوقتي المونك فروت شوجر، اللي هو سكر خالي السعرات الحراريه تماما. بحطه في البرطمان ده، قرب يخلص اهو، هنزل اجيب واحد. اوكي. وقفت سكر، وقفت خبز، ووقفت رز. اوكي. طيب وطبعا معكرونه. طيب انا باكل منلي بيض، لحمه، فراخ، سمك، و خضار وفاكهه. اوكي. الفاكهه مش كل الفاكهه، لا يعني مش باكل مانجا، ممنوع. مش باكل بلح او تمر، ممنوع. انا باكل في الفاكهه التفاح، الموز، البرتقال، الكيوي، الشمام، الجوافه. طبعا مش باكل مثلا غير ثمره واحده في اليوم. طيب منلي انا باكل الصبح بيض. حتى انا هوريكم انا سلقه بيض اهو للفطار، وطبعا ما اكلتش. مش عارفه هيجي ازاي بقى في الكاميرا، انا مش عارفه الكاميرا هتجيبه اهو. ادي البيض اللي كنت سلقاه للفطار. اوكي. طبعا انا ما فطرتش. دلوقتي انا هعمل الغدا وهتغدى. خلاص راحت نفسي، ما بقتش رايحه للبيض. المهم، فانا منلي باكل كل يوم بيض الصبح في الفطار، وباكل شويه خضار، ممكن خياره، طماطمايه، فلفل رومي. اوكي. فاللي سالني على النظام بتاعي، النظام ده انت ممكن تخسي فيه من نص كيلو لكيلو في الاسبوع. بتاكلي كام بيضه؟ ممكن 2، ممكن 3، ممكن 4، مفيش مشكله. ما حدش يخاف من البيض يا جماعه. وموضوع الكوليسترول والمش عارف ايه والبيض خطر وبيجيب ازمات قلبيه، كل الكلام ده سوري معلش كلام فارغ. كل الكلام ده كلام فارغ. البيض احسن بروتين حيواني ممكن تعتمدي عليه في نظامك الغذائي. فالصبح لازم تاكلي 2 او 3 او 4. اوكي. طيب بصوا منظر عينيا لاني ما شربتش قهوه. ما شربتش قهوه، فعايزه انام وصاحيه من الساعه كام. طيب دلوقتي الصبح بيض وشويه خضار، ممكن خياره، فلفله رومي، طماطمايه. اوكي. طيب الظهر خاصة قبل ما تروحي الجيم، انا بروح الجيم مثلا ما بين 7 8 6، احيانا 6. قبل ما تروحي الجيم خدي موزة. انا باخدها قبلها بساعتين لان انا عندي مشكل في المعدة. انا عندي قرحة في المعدة وبتعمل لي ارتجاع لحمض المعدة اسمه جاج ريفلكس. فانا باخد الموزة قبلها بساعتين 3. انتي ممكن تاخديها قبل الجيم بساعة. ممكن تاخدي موزة، شوية شمام، تفاحة. اوكي. طيب بعد ما بترجعي من الجيم، لو انت عايزه تعملي غدا وعشاء، انا ما بقدرش اكل غدا وعشاء، ما بعرفش اكل غدا وعشاء. ظروفي انا لا تسمح بان انا اكل غدا وعشاء عشان الشغل والدايت وباخد معايا في الشغل اكل. يعني ما بعرفش اقعد اكل اكل يعني وجبه غدا. يعني فباكل ايه بقى؟ باكل مثلا بسكوتة شوفان مع كوبايه قهوه او شاي بس. وممكن اخد معايا شويه ترمس، ممكن اخد معايا فلفل رومي، حمص، موزه، تفاحه. بس انا لما برجع باكل، انا عندي وجبه العشاء هي وجبه غدا وعشاء. اوكي. طيب وجبه الغدا والعشاء اللي هي بتتاخد بالليل بعد الجيم، اساسي فيها البروتين الحيواني. يعني قطعه لحمه 200 جرام، او ربع فرخه او نص فرخه، حته السمك محترمه كده بتاعت 250 جرام، وشويه خضار يا اما مسلوقين يا اما مشويين. اوكي. انا لما عملت اول الرجيم عملت كتير مسلوق، فبقيت اكره المسلوق.
نقلت دلوقتي ان انا بنضف الخضار، بغسله وبنضفه وبقطعه وبحطه في الصاج بتاع الفرن. الفرن اهو اللي ورايا ده، بحطه في صاج الفرن وبحط عليه رشه زيت زيتون وشويه ملح وشويه فلفل اسود قليل، وبدخلهم الفرن يتشووا من فوق ومن تحت، بيطلعوا سو يامي. اوكي، فبقيت اخد دلوقتي خلاص الخضار كله في الفرن، وفراخ مسلوقه، لحمه مسلوقه او مشويه او سمك. اوكي، طيب انا بقالي كده تقريبا 3 شهور، 7 8 9 وكام يوم. خسيت تقريبا 17 18 كيلو. طبعا بمساعدة المدربة، لان انا بتدرب في الجيم حاليا 3 ايام في الاسبوع، بس اول ما بدأت كنت بتدرب 5 و6 ايام في الاسبوع. بالنسبة لي ده اجهدني، الكلام ده كان في 7 و8، بس ده اجهدني جدا جدا جدا. في 9 بدأت اتدرب بس 3 ايام في الاسبوع. اوكي، طيب النهارده هحاول اصور لكم وانا في الجيم. النهارده معادي الساعة 4:30. هحاول انزل اصور لكم. دايما الروج يطلع على السنان. المهم دلوقتي بقى انا عملت ايه النهارده؟ نزلت جبت الطلبات، لان ما كانش عندي بقى خلاص الخضار والفاكهه واللحوم والحاجات دي خلصت، ونسيت اجيب بيض. هفرجكم على الحاجات اللي انا جبتها. اوكي، وبعد كده هنعمل الغدا سوا وهنروح الجيم سوا. انا هصور لكم كل يوم، لان في بنت صاحبتي بتقولي على الماسنجر، والله كان عندها حق. بتقولي هو فايدة الحملة بتاعتك ايه يا نهى اما انتي مش بتعملي ابديت باللي انتي بتعمليه لحد؟ يعني انتي بتشجعي الناس ان هم ياكلوا صحي ويروحوا الجيم، ماشي، طب انتي ما بتصوريش وانتي لا في الجيم ولا انتي بتاكلي صحي ولا وانتي بتطبخي صحي قالت لي طب هو انتي فايدة الحملة بتاعتك ايه؟ انتي لازم تصوري لهم كل يوم وانتي في الجيم وانتي بتطبخي صحي، عشان الناس تتشجع، البطلات والابطال اللي متابعيني يتشجعوا ويعملوا زيي. فقلت لها حاضر. وبصراحه هي كان عندها يعني فاليد بوينت، ان انا بشجع الناس ياكلوا صحي، بس مش بوريهم ان انا باكل صحي ولا بروح الجيم ولا كده، بقول بس، فلازم يشوفوا. طيب فانا هصور لكم كل يوم، وبدعوكم كل المتابعين والاصدقاء يشتركوا معايا في يلا نعيشها بصحه، ان احنا نبتدي ناكل صحي، نبعد عن النشويات البسيطه، السامبل كارب اللي هو السكر والمعكرونه والرز والخبز. ناكل نشويات معقده. النشويات المعقده يا جماعه موجوده في الخضار، موجوده في الفاكهه، موجوده في البقوليات والحبوب. طيب فانا دلوقتي هعمل ايه؟ هوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها، وبعد كده هبتدي اطبخ معاكم السمك والخضار، عشان ناقص 3 ساعات واروح الجيم، فلازم اكل دلوقتي حالا عشان ما اتعبش وانا في الجيم، لان انا لما باكل وبنزل الجيم يعني بتعب جدا. معدتي اولا فيها قرحه وعاملالي ارتجاع حمض المعده، ولما بكون واكله وبروح الجيم بحس ان انا بموت، لان الحمض ده بيبقى هنا كده في زوري. ف يلا بينا اوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها النهارده، وكمان نطبخ ونتكلم شويه عن حاجه مش عجباني على الفيسبوك، بوستات هزار، بس هزار غير لائق عن موضوع لبنان. ما يصحش يا جماعه. الناس في حرب وبتباد وبيوتها بتتهدم وبتتشرد. ما ينفعش نقعد ننكت ونهزر على ناس في مأساة. حط نفسك مكانهم، بلاش الكلام الرزل، بلاش الهزار السمج. anyway يلا نبتدي نشوف انا جبت ايه النهارده. طيب هجيب الحامل بقى عشان احط الموبايل واوريكم انا جبت ايه النهارده.